فقط إنك تجاور كتاب الله وإنك تقرأ كتاب الله، هذه بركة من الله. يعني اوعى تظن إن أنت لما بتهمل في قراءة القرآن إن أنت يعني بس مهمل. لا، أنت ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم. أنت ابتعدت عن البركة في حياتك. هؤلاء العلماء كانوا يرون في حياتهم وفي علمهم وفي أبصارهم وفي أسماعهم بركة عجيبة جدا من مجاورتهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كان قالون لا يسمع إلا القرآن الكريم، لو نفخ في البوق بجواره لا يسمع، لو جاء أحدهم يقرأ عليه القرآن يسمع. كان الإمام نافع رضي الله عنه وأرضاه يشم من فمه رائحة المسك، فيقولون له يا إمام نافع قارئ المدينة، يقولون له يا إمام تضع مسكا في فمك قبل أن تقرأ؟ فيقول لا والله، لكني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رؤيا يقرأ في فمن هذا اليوم وأنا أشم هذه الرائحة أو تخرج من فمي هذه الرائحة. بركة القرآن، بركة القرآن عظيمة في الدنيا قبل الآخرة. والله أنا يعني لا أنسى شيخي لما توفاه الله، كان حريص جدا 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 على الصلاة، وكان حريص جدا جدا على القرآن. كان يعني حينما يقابلني أو يقابل أحدا في أي وقت وفي أي طريق كان يسأله في القرآن. ولما مات رآه أحدهم وهو يعلم حرصه على الصلاة، كان يعني مهم جدا عنده موضوع الصلاة هذا، لا يقصر فيه أبدا، لا يقصر في الذهاب إلى المسجد، وحرصه على القرآن. فلما رآه في النوم في الرؤيا في المنام، فقال له يا فلان، قال نعم. قال ماذا فعل الله بك؟ قال أكرمني. قال فأردت أن أسأله عن سبب هذا الإكرام، وكنت في نفسي، الذي حكى لي هذه الرؤيا يقول وكنت في نفسي أرى أن الإجابة ستكون الصلاة، يعني لأنه كان حريصا جدا على الصلاة. قال فلما قلت له يعني ماذا فعل الله بك؟ قال أكرمني. قال بما أكرمك؟ فنظر إلي متعجبا وقال القرآن، يعني القرآن هو الذي شفع له، القرآن هو الذي أخذ بيده، القرآن هو الذي بسببه أكرمه الله تبارك وتعالى وأنجاه الله تبارك وتعالى من عذابه. مهم جدا إنك ما تتركش القرآن، القرآن يكون رفيق ليك في الدنيا عشان يكون رفيق ليك في القبر. والله أيضا تلقيت القرآن على الشيخة بهية عيسى رحمها الله تبارك وتعالى، وكانت كفيفة، ويعني أذكر وكانت من طنطا، وأذكر أنه قبل وفاتها رحمها الله أصيبت بمرض السرطان، وكانت لا تعلم، يعني هي توفيت وهي لا تعلم هذا المرض، وأجريت لها جراحة وهي لا تعلم بهذا المرض أصلا، وكانوا يقولون أمر يسير، وكانت صابرة محتسبة، إلى أن يعني جاء قبل وفاتها بأيام، يعني ممكن أسبوع أو ما شابه ذلك، حبس صوتها تماما، وكان صوتها جميل في القرآن الكريم، كان صوتها يعني راقي ورائع وشيء عظيم في القرآن الكريم. فإذا بها يقولون في يوم من الأيام قام أهلها، وحكى إلي هذا من كان معه، قام أهلها عند صلاة الفجر فوجدوها ترتل القرآن ترتيلا عظيما بأجمل صوت، فتعجبوا من ذلك. يعني حبس صوتها بقى لها يعني أسبوع لا تتكلم مع أحد، لا ترد على أحد، فإذا بها تقرأ القرآن بصوت جميل عذب. فقالوا لها يا شيخة بهية في ايه انت، يعني قايمه الفجر بتقرأي قرآن، ايه الموضوع؟ مبسوطين. فقالت هم اللي بيقولوا له اقري، هم اللي بيقولوا له اقري، وظلت تقرأ القرآن حتى توفاها الله. ماتت بعد الفجر وهي تقرأ القرآن وهي تقول هم اللي بيقولوا لي اقري، وكأنه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل
فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتلها من القرآن الكريم. عظيم أن تصحب القرآن الكريم فتجد بركته في الدنيا والآخرة.